في السودان الصراع متواصل بين المكونين العسكريين. أيام مرة يعيشها السودانيون الذين تطلعوا لعهد جديد تميزه الديمقراطية. حياة العشرات تحولت لمأساة حقيقية بسبب تدهور الوضع الأمني. صراع تلو آخر عمق الأزمة وزاد من حدة التململ والاستياء. ملامح الحزن والأسى خيمت على وجه إدريس حسن الذي فقد ابن أخيه عندما اخترقت قذيفة نافذة المنزل أدت لمقتله على سريره. كبيرنا يا عديلنا نشيل الوردان نجري على العجزان. الليلة فقدناه، والمرحوم ده أخونا ده مات في سريره، بس نحن جاوا في سريره. القصف تسبب بحروق لوالدة الضحية التي صدمت من هول الحادثة. خربت علي والله، ما عيني كسرت وانا كجاتها كانت جلدي ده كله ووجعت راسي والله ما علي حيلة غلبتني. كسرت الشباك، كسرت البزاز ودخلت جوه وانا راقدة في سرير، قعدت فوقي في السرير. الحياة المدنية توقفت في السودان، مناطق سكنية مكتظة بالسكان ومتخامة بالرصاص. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.